راح نتكلم أيضا عن اعتبارات هذا اللقاء بالنسبة للقادسية بشكل خاص. إذن بداية أحداث المباراة صفرت إذن يوسف نصار. إذن مشاهدينا مع هذه اللقطة الجميلة والصورة الجميلة اللي يحبها الكثير والجميع، صباح العز. إذن بدر مطوع، كرة لصالح القادسية، تلعب حطها الله ظفيري، حلوة أحمد ظفيري. والفكرة الجميلة عيد الرشيدي ما زال بيتابع كرة أيضا بكرة عرضية بتمر، تلعب شيلة بالراس وصالح الشيخ، لكن الكرة لخارج الملعب أيضا كورنر. حلوة تفاهم جميل ما بين بدر المطوع وأحمد الظفيري. شوف النقلة، شوف عطاير حلوة، لكن العارضة إذا حرمت أحمد الظفيري من هدف أول لصالح القادسية. يقع لاعب، شوف لي عادة، شوف الله، حلوة كرة ملعوبة لصالح القادسية. بدر مطوع أصبح الآن بالعمق، بدر مطوع بمر، حط كرة الله لخارج الملعب. كرة حلوة بدر مطوع بيحاول يحط كرة قوية على المرمى، لكن المست محمد هادي ممكن هو غطى الحقيقة، لكن ثامر ضيف الله بنية مؤثرة إذن في هذه المرحلة. كرة ملعوبة لصالح النصر، بدي الصيفي إلى صالح الشيخ، مقطوع الكرة حلوة بتمر محمد دحام، هذه خطرة على المرمى، الله كانت جميلة. شوف خطف الكرة ومر وعدى أكثر من لاعب بتمويه جميل، ووضع كرة الحقيقة جميلة بيساره، مرت وكانت إلى المرمى، لكن ماوي إلى صالح الشيخ، ظفيري شايت لكن بعيدة لخارج الملعب. كرة لصالح القادسية ممكن تكون فيها خطورة، بدر مطوع بيحطها على المرمى لكن بيبعدها محمد هادي. بدر مطوع ثابتة لكن شالها محمد هادي، استقاء جميل حقيقة، لكن سافرت يوسف نصار. تنهي أحداث الشوط الأول، تعادل الفريقين القادسية والنصر بدون أهداف. إذن مشاهدينا بعد مباراته سافرت إذن يوسف نصار حكم اللقاء تعلن عن بداية أحداث الشوط الثاني. حكم اللقاء ملعوبة روبن آدو بيغطي لصالح النصر إلى محمد هادي، عبد الرحمن العنزي، عدي صيفي بيحاول يخطف كرة لكن في صافرة بوجود خطأ. أول لصالح القادسية انذار على عبد الرحمن العنزي، ثاني انذار في المباراة، لكن أول انذار للنصر عبد الرحمن العنزي. شوف الإعادة، إذا لمس لاعب المنافس حكم اللقاء. اللقطة الأخيرة كان فيها لمس تأكد، ويعتبر هذه الحالة هي حالة إهمال. لكن قرار يوسف نصار هو القرار، يرجع إلى الفار. يوسف نصار ويلغي قرار الإنذار. يوسف نصار يعطي طرد المباشر، طرد مباشر، يلغي إذن يوسف نصار الكرت الأصفر. شوف الإعادة، يعنى بذلك كرة ملعوبة للقادسية. بدر مطوع
الكرة بتنقطع إلى السيد ضياء، بيتقدم بجهة اليمين. طلال العجمي ينتظر الجهة الثانية لكن بالطول، كرة لخارج الملعب، رمية تماس اللعب على طول لصالح النصر. محمد دحام بيلعب كرة عرضية بتمر، هذه خطرة سيد ضياء لكن لخارج الملعب، لخارج الملعب. وقرار حكم المباراة يوسف نصار بوجود ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها يوسف نصار لصالح النصر. دقيقة 18 من أحداث الشوط الثاني، ويتأكد أيضا في مشاورة الزملاء. شوف لي عادة، شوف لي عادة، الكرة مرت من طلال العجمي إلى سيد ضياء وتدخل جيمس مع السيد ضياء، والكرة مرت لخارج الملعب لكن احتسب يوسف نصار حكم اللقاء ركلة جزاء. هو القرار يوسف نصار. لصالح النصر ركلة جزاء، حطها جول، جول، هدف أول، هدف أول لصالح النصر عن طريق أحداث الشوط الثاني. بيتابعها مرة ثانية، تلعب كرة عرضية، خطرة، الله، شوف لي عادة، شوف لي عادة، اللعبة اللي كان يطالب فيها القادسية وجود لمسة يد، لمسة يد كانت حاضرة لكن تبعد. متابعة من عيد الرشيدي إلى أحمد الظفيري، ظفيري بغير فيها ناحية اليمين، مكان جميل، لمسة تنحط لكن لخارج الملعب. أخذ اللقطة، شوف، والمساحة، منطقة صحيحة، ولعب كرة الحقيقة. بدر مطوع، كرة مع القادسية، تلعب عرضية، محاولة تنحط بالراس لكن يبعده. متابعة خالد إبراهيم، محمد هادي بيشيلها، محمد هادي وخالد شامان أبعدوا فرصة التعادل. كرة ملعوبة، عيد الرشيدي بيحط له كرة سريعة قوية لكن أم يأتي التعادل بأقل تقدير من القادسية. كرة ملعوبة، بدر مطوع قدم، يلعب كرة، محاولة، خطرة، خطرة الآن، معظم الجول، الله، لخارج الملعب. وعنده ممكن يكون لمسة مؤثرة. 6 دقائق إذا يعلنها. تلعب الراس، الله، لعبة حلوة الحقيقة من عبد العزيز مروي، مروي بيحط له كرة براسه، كرة براسه على المرمى لكن محمد هادي يبعد الخطورة ناحية اليمين. بدر مطوع، موه بيمر، بدر مطوع بيحاول أفضل استمرار اللعب لكن المطالبة كانت، شوف هذه الإعادة في اللقطة الأخيرة. بدر مطوع اللقطة الأخيرة فيها مراجعة يوسف نصار وزملائه. عدي الصيفي بالعمق الآن إلى سيف الحشان، سيف الحشان على المرمى لكن محمد هادي. أحمد الظفيري، أحمد ظفيري مقطوع الكرة لصالح النصر. صافرة إذن يوسف نصار حكم اللقاء تنهي أحداث هذا اللقاء الأخير ما بين الفريقين في هذا الموسم 2019-2020. إذن النصر بيسجل الفوز الثاني على القادسية في هذا الموسم عن طريق ركلة جزاء عبد الرحمن.